ليه الواحد لما يكون متضايق ليه يبقى عايز يضرب اللي قدامه؟ دي مش صدفة، ده كلام علمي وخد نبذة عنه. اللي بيحصل لك لما انت تكون متضايق او مخنوق من حد تبقى عايز تضربه بأي طريقة إن كان، اللي بيحصل لك بان الدم بيجري ناحية ايدك وتبقى انت مستعد بانك انت تمسك سلاح او تضرب اللي قدامك وتفرمه على القنطيفة. ده نبذة عن العلم. طب وليه الواحد لما يكون مرعوب او خايف بيحس بشعور مختلف؟ اللي بيحصل لك ساعتها بان الدم بيجري ناحية رجلك عشان تكون مستعد بانك انت تجري باسرع طاقة موجودة عندك من الحاجة اللي انت خايف منها او مرعوب منها. حتى مثال بسيط، تلاقي واحد مثلا مش عارف يجري او واحد تخين وفجأة تلاقي الكلب يجري وراه، تلاقيه بيجري بسرعة انت اول مرة تشوفه. طب ليه الواحد لما يكون سعيد بيحس بشعور مختلف؟ ايه اللي بيحصل لك ساعتها؟ بانك انت لما تكون سعيد بتكون انت بني ادم هادي، بتدرك الافكار السلبيه اللي موجوده في دماغك، بتكون انت بني ادم متفتح للحياه، شايف نص الكوبايه المليان اللي موجود معاك في الحياه، مع ان ولا في نص كوبايه مليان ولا في كوبايه اصلا. طب ليه الواحد لما بيحصل له حاله حب ايه اللي بيحس ساعتها؟ بيحس بان هو خلاص يعني الحب ليه مشاعر كتير متلخبطة، بس أبسط حاجة بإنك أنت بتحس حاجة بجزء من السعادة وبتدرك الأفكار السلبية وبتحس بإنك أنت عايز تعيش كتير في الدنيا، عايز تعيش مع اللي بتحبه كتير، مش عايز تبعد ثانية عن اللي بتحبه، وحاجات كتير زي كده. انا عايز اقول لك الكلام ده كله علشان المشاعر اللي موجوده في قلبك او اللي انت بتفكر فيها في مخك هي مشاعر بتتحكم في جسمك بلحظه بلحظه. قلبك مش هو اللي بيتحكم في جسمك ولا مخك، مشاعرك هي اللي بتتحكم في جسمك. اذا كان خوف او غضب او حب او سعاده او رعب او اي حاجه بتحصل لك، مشاعرك هي اللي بتتحكم فيك. المشاعر جزء من حياتنا، فبالتالي لازم نركز عليها علشان نعرف نسيطر على حياتنا.